ليبيا واللي اختطفهم جماعه فجر ليبيا. بنرحب بيك، عاوزين نعرف ايه اللي حصل بالظبط. والله اللي حصل احنا كنا في السكة وخطفنا فجر ليبيا. خدنا فجر ليبيا ده ودانا مخازن، من مخزن لمخزن لمخزن 3 اشهر. وما عرفناش مصيرنا ان احنا جايين هنا غير من ضربة السيد الرئيس جمهورية مصر العربية. تحيا مصر أرض الحرية أرض الوطن. احكي لي بقى المغامرة، هل كان في تعذيب بالنسبة لكم؟ كان في أي حاجة بالنسبة لكم؟ التعذيب ده بالنسبة اليوم في السجن بسنة، اليوم في المخازن دي بسنة. بالنسبة لل3 اشهر اللي خدناها هناك دي. خدنا في المخازن، قلبنا يمسكك كده ينفضك من هدومك لشعر راسك. ما بياخدش، ما بيفرقش بين حد هو لا مسيحي ولا مسلم؟ كل واحد. فلوس ياخد، اي حاجه ياخد. واحنا في المخازن برضو طلبوا فلوس، جبنا فلوس برضو من بلدياتنا من سيرته. خرجتوا ازاي اصلا بقى؟ خرجنا ازاي ما عرفناش مصيرنا، ان احنا هنطلع غير من ضربه مصر. لا انتوا يعني الهدف من الموضوع ده ايه؟ هل هو فلوس؟ فلوس وكل حاجه. اخدوا منكم فلوس؟ ايوه خدوا فلوس. دفعتوا فلوس وفي الاخر دفعنا فلوس وبعدنا ملقحين في المخازن برضو. ما عرفناش اننا ليه مصير ان احنا هنخرج، ولا لينا ان احنا مثلا هنطلع منهم ولا هنفلت منهم غير من ضربة مصر. بنرحب بيك برضو استاذ ايمن معانا. يعني عاوزين نعرف برضو المغامرة دي، وانت بقالك 3 شهور مختطف ومحتجز من جماعة فجر ليبيا. الهدف برضو ايه؟ انت لما اتكلمت مع الناس عرفت السبب ايه؟ السبب هو كان كلام متعدد على ان انت في هجره غير شرعيه، وفي اللي كان بيجي يقول لك ايه سبب حبستكم السيسي. حتى الكلمه دي ما فهمناش ايه على اي اساس. يعني مثلا ان احنا ذنبنا ان احنا مثلا رئيسنا بيجي السيسي مثلا، دي مثلا ده اختيار دوله ودي مثلا وحريه وهو ماليش مثلا في ان انا اكون رئيس السيسي او رئيس بتاع. مش معناته ان انا رئيسي مش لازم عليه هو ان هو مثلا انا في دولته يحتجزنا، وان انا مثلا اكون في حبس اقعد فيه 3 اشهر. هل المستهدفين من الاشخاص دول هم المصريين فقط؟ يعني فجر ليبيا بتستهدف المصريين فقط؟ لا، هي كان في جنسيات تانية، بس الجنسيات التانية كان بيتعامل بها لان سفاراتها موجودة اصلا في ليبيا. احنا سفارتنا مش موجودة، ولذلك ما كانش فيه تعامل مع اي مسؤول هناك في ليبيا. كان تعاملنا بيننا وبينهم احنا شخصي، او ان احنا مثلا حد لينا مثلا يجيك واحد ضامن ليبي. كانت الناس اللي طلعت لانها كانت اعداد كتيرة، ويمكن هي دي لهم بتاع 4 اشهر او 5 اشهر عملية الاحتجاز المصريين، واخدينهم من على الطرق، سواء اللي داخل ليبيا او اللي مروح لمصر. اللي خرج قد ايه؟ اللي اطلقوا سراحهم فجر ليبيا المصريين؟ يمكن يزيد عن النص. نص اللي هو كام؟ نص اللي هو ترحل. وفي قد ايه هناك في السجون لسه؟ لا، احنا على حد علمنا ان ان هم مثلا في الاحداث، بعد الاحداث اللي حصل في التنسيق من السفاره المصريه في تونس مع وزاره الخارجيه هنا، ان انتوا ترحلوا المصريين، عايزين المصريين اللي محتجزين هي كلهم هناك. ففي هناك يعني انت وانت راجع كان لسه في ناس محتجزه؟ واحنا اللي عندنا علم بيه واحد فقط لا غير، ده من بلد جنبنا اسمه الروبي، ده اسمه عبد الله. ده هو الوحيد اللي ما طلعش، هو حاليا في مصاراتة محتجز لحد دلوقتي. انتوا دفعتوا فلوس عشان ترجعوا يسيبوك؟ الهدف مقابل مادي؟ قصة الفلوس ده ان هم كانوا بيقولوا، احنا كان على عندنا علم ان هم اول ما رحنا ايواء وبزاوية قالوا ان انتوا هنعمل له في مندوب هنتعامل معاه في السفارة في تونس، بان احنا مثلا هيجيبوا لكم طيران وتترحلوا. ولذلك راح عملوا وثائق للناس اللي معاها جوازات، والناس اللي معاها جوازات صوروا الناس واتعملت الوثائق، والكلام مبني واللي عايش جوانا ان احنا ان السفاره التونسيه هتحجز لنا. قعدنا 15 يوم على كده، ما فيش حاجه. جينا بعدها بفتره ابتدينا ان احنا نتكلم، احنا عايزين نعرف ايه مصيرنا. احنا ما نعرفش اي حاجه. احنا مثلا الباب مقفول علينا مثلا ال 24 ساعه. انت بتطلع مثلا تجيب اكلك وبتخش بعينك، الباب بيتقفل عليك وخلاص. احنا كنا مثلا
50 واحد مثلا في غرفة مثلا في حجز واحد. ال50 دول بيناموا كيف مع بعض دي. يعني انت شفت النور من 3 شهور وما رجعتش تشوف النور تاني وتخرج للحياة تاني غير اول امبارح؟ اللي هو لما حصل بقي في كلام جدي للترحيل من بعد يوم الحد زي النهارده، من بعد العملية اللي حصل في سرت ورد الفعل بتاع الرئيس السيسي. بقي الكلام والاجراءات فعليه، ما بقيش كلام بس، بقت فعليه. ان انت في حاجات بتحصل، ان انت في كلام مع الخارجيه وفي كلام معاهم المسؤولين بتوعهم نفسهم، وبقي في تحرك على ان المصريين دول هيترحلوا. ولذلك اتقال لنا انتوا على اخر الاسبوع هتكونوا في مصر. احنا مستنيين تليفون من السفاره بتاعتكم على ان احنا كل اللي محتجز في السجون ان احنا هنرحلهم على تونس. لذلك احنا نفسنا كنا جايبين فلوس وحاجزين على حسابنا تذاكر، وكان ميعاد التذاكر بتاعتنا النهارده يوم 22. وفيه ناس طلعت يوم الاربعاء اللي فات كان حاجزها ما رضتش تستني الترحيل اللي هو على حساب الدوله. ما دي كمان لغايه ما ان احنا بعد ما طلعنا ما كانتش حاجه مضمونه، او ان احنا ما كناش مصدقين ان احنا طالعين. عمليه ان احنا نتخيل ان احنا خلاص، دي هي من اللي يعني الفتره اللي عشناها دي الواحد كان متهيأ له انه خلاص بقى. الحمد لله على السلامة وربنا يرجعكم بالسلامة. الله يسلمك. ويرجع جميع المصريين المتواجدين هناك. انت شايف ان ايه الحل؟ ايه الحل عشان المصريين يرجعوا؟ الحل الوحيد ان هي ما يسيبش المصريين نفسهم مصيرهم لنفسه، ان هو يروح من نفسه لراس جدير. انت عجبني كلمه جدا قلتها خاصه بان الحل مش في السياسه، الحل في ايه؟ الحل بالنسبه للدول، انا لو المواطن يعني انا بكلم دي للرئيس نفسه، الرئيس السيسي. لو المواطن بتاعك، المواطن المصري، كرامته مهدوره في اي دوله من الدول، او في حاجه حصلت زي اللي حصل دي، انا شخصيا ما كانش هاممني وانا في السجن ايه مصيري، تحت ما ان انا كنت فرحان فرد الفعل السريع بتاعه هو اللي عمله. يعني لعب السياسه ملوش دي حاجه احنا ما ولفناش عليها قبل كده، احنا كله كان شغل سياسات كده كلاميه، حاجه فاضيه. اول مره ان احنا يكون لينا رد فعل وسريع وجريء، دي اللي انا بحيي عليها الرئيس السيسي. الحمد لله على السلامة. يعني يا شريف لنا أيضا لقاء ومغامرة جديدة برضو مع أحد المختطفين من تنظيم داعش ولكنه استطاع الهرب منهم. بنرحب بيك، عاوزين احكي لنا بقى التفاصيل. كان في 7 اختطفوا في البداية وبعدين 15، ايه اللي حصل بالظبط بقى؟ خطفونا في مرة، كانوا قالوا لنا الشغل مش شغل، سألونا قالوا انتوا قباض، قلنا ايوه قباض. قالوا انتوا تبع ضربتوا بتوع ربع العدوية وبتاع، قلنا لا مش تبعهم وبتاع. راح دخلونا لما كار كتفونا وربطونا ولتمونا وخدونا اللي هتبعونا في الجبل. ما كان فطيت من العربية من ورا، فتحت بقى العربية نزلت. ما كان لما عرفوني انا نزلت نزلوا يدوكم سابوه. انت كنت مع المصريين برضو اللي من القرية هنا، من قرية العور؟ كنت قبلهم انا في شهر 9 بس كده. لما عرفونا نزلت هربت منهم سابوهم ومشوا دوكم. سابوهم عادهم خلاص، ما دوروش علينا تاني. جا خطفوا 7 وخطفوا 13، خوفنا جينا كلنا. سيبنا حاجتنا جينا كلنا مكسير. الكلام ما بينكم وما بينهم كان اكيد هو كانوا اختاروكم انتوا عشان مسيحيين؟ هم خدونا بالصدفه، ما يعرفوش مسيحيين بالصدفه يعني بصراحه يعني. عرفونا مسيحيين هناك في المقر. انت وقت في داعش هنموتكم، قلنا خلاص موتونا مفيش مشكله. خطفونا، جيت من ورا ربطونا كتفونا تلتيمه حلوه، وبعد كده نزلت من ورا، خطيت من العربيه نزلت تاني. كلموكوا قالوا لكم ايه؟ قالوا لكم انتوا سبب ان هم خاطفينكم ايه؟ انتوا تبع السيس وانتوا استخبارات من الاول، انتوا كنتوا تبع تضربوا في ربع العدو بالطوب وانتوا اللي رحلتوا مرسي. الكلام اللي هو ما يقدرش مصلحه. قلت يا عم مالناش دعوه دوا، احنا مالناش دعوه بالكلام ده، احنا جينا كل لقمه عيش. قال لا انتوا هم عملوا المقر دوا، سابونا كتفونا وربطونا من ورا وحطونا في الجبل. جيت في العربيه نزلت من على البحر كده، وبقى سابوا دوكم وانا عرفت هربت.